السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عشان تعملي الفول الاخضر عريض تصفريها وتقومي عامله الفول بتاعك تلوحيه معاه. ليه بقى؟ عشان ما يسودش. شوفي مسافه ما فيش ام مسود اهو، يعني انا يا دوبكش فصصته واسود اهو. يعني البصله تصفر زي ده اهي، ما تصفر بس. والفول اهو تغسليه بعد ما تفصصيه وتقومي حطاه تلوحيه. وبعد ما تلوحيه يعني تلوحيه شويه صغيرين عشان الفول ما يسودش منك. الخضار اللي هو الفول الطري اللي هو بغلافه ده هو اللي بيسود. وتقلبيه لما يتلوح معاكي، وتقومي بقى طافيه عليه وتسيبيه يبرد، وتقومي عباه في اكياس في عكيس، وتقومي حاطه الطماطم بس عليه عشان ما يسودش منك. فصصتيه وحطيتيه او سخنت له ميه او غليت له ميه مش حلو. هي دي احلى طريقه لتخزين الفول الاخضر. كل عام وانتم بخير. الا هشممها النار برضو زيها. يعني انا جايبه بسله وفول من امبارح، كان سوق الاتنين عندنا يا جماعه. البسله هي برضو فصصتها اهي، وهعملها برضو زي دي، بس مش هعملها ببصله، انا هعملها بس بريحه سمنه بلدي او سمنه اصطناعي بس اهي. بس انا ما بشتغلش بالسمنه، ما عنديش سمنه اصطناعي دلوقتي، ما بشتغلش بها. هعملها بريحه زيت وعلى معلقه سمنه بلدي. واللحوق اهو، بس انا مستنيه اما الفول يعمل واقوم حاطه مكانه البسله. النهارده ما فيش عندي جزر، هبقى اجيب جزر بقى واعمله في اكياس لوحده. صباح الفل. وشفت الفول اخضر وجنيه، والبسله جايبينها برضو ب20 جنيه. بسله خضره وجميله، دي الفوق اللي طالع جديد اليومين دول. بص بقى يا حبايبي، هنعمل برضو البسله. هتحط بقى يجي معلقه زيت كده اهو، ومعاهم المعلقه السمنه البلدي دي. الفول اهو بيبرد، الفول اهو بسم الله ما شاء الله بيبرد اهو. وما يبرد هتعبيه في اكياس، الاكياس اللي عندك زي ما انت عايزه اهو. ده عمره ما يسود منك، ويبقى معاكي لو فضل عندك للسنه الجايه هيفضل بسم الله ما شاء الله. والفول رخيص اليومين دول، هاتي واعملي لاولادك، ده فيه فيتامينات حلوه قوي، حلو في الصيف. وحطينا البسله اهو، ونسيم من النار مع ريحه الزيت ومعلقه السمنه، وسيبها تبرد. وقوم بسله تحط عليها كوسه، جزر، برنجان، بطاطس. بتبقى جميله جدا مع اي نص كيلو لحمه عندك حته دوش حطها فيها، واكلي عيالك. وكل عام وانتم بخير يا جماعه. هي شمت النار اهي، هطفي عليها بقى واسيبها تبرد، وعباها بقى في اكياس. وده الفول اهو زي ما انا قلت لكم لسه بيبرد اهو، وتقعدي تقلبي فيه كده اهوت عشان يبرد. خلاص هنطفي عليها بقى يا جماعه، وما تبرد احطها في الاكياس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.